هلا هلا. والله ما رضيت امشي من الحضانه غير لما اقول لكم على كام حاجه كمان. بصوا بقى، نبتدي باول حاجه. الطفل اللي ايده ضعيفه، يعني ايه ايده ضعيفه؟ يعني مش عارف يمسك القلم يروح قلب امه، القلم بيقع من ايده، بيمسك القلم كده من فوق، بيمسك القلم كده، بيمسك القلم كده، مش عارف يمسك القلم اصلا، ايده ضعيفه. طب ده نعمل له ايه؟ نفضل بقى نزعق له واسمع كده امهات: ولد اكتب ما تستهبلش، حرام عليكي ايده ضعيفه. طب نعمل ايه؟ نعمل له تمارين، ولا نروح في مكان ولا في بتاع، انت في البيت تعملي له تمارين. يعني نعمل ايه يا ميس امنيه؟ يعني نمسكه حاجات كتير في ايديه، نخلي قبضه ايده تمسك حاجات كتير، نديله كام مشبك غسيل كده ونقول له روحي انقلهم لي من الاوضه دي للاوضه دي، ودي كام مشبك دول جوه في البلكونه، بس حبه حلوين كده مبقلزين، بحيث ان هو يعمل ايده كده فيقفل جامد، فعظم ايده يتقوى واعصاب ايده تتقوى. طب ايه تاني كمان؟ نجيب له اسفنجه، ونجيب طبق ميه هنا فاضي وطبق ميه مليان، ويبل الاسفنجه يملاها ميه ويجي في الطبق الفاضي ويعصر. ولما يعصر نقول له ايه؟ لسه السفنجه فيها نقط كتير كمان، اتك جامد، اعصر انت قوي، فيتك جامد بايده وباعصاب ايده، فتبتدي ايده تجمد شويه. نديله يلون كتير، بس خدي بالك خليه يلون في الاول بحاجات سهله والوان حلوه. يعني هاتيله اقلام الوان نوع محترم، ما يطلعش عين الولا في التلوين، يمسكه كده يطلع معاه الوان، مره على مره هيعرف يتك على القلم، ومره على مره هيعرف يمسك القلم اللي ايده ضعيفه فيه ومش عارف يمسكه. واحنا شغالين بنعلم الطفل يمسك القلم ازاي، وفي كل مره بنصمم وهو بيمسك القلم ان هو ما يمسك مسكه القلم بالطريقه الصحيحه كده. وعلشان ما يقفلش ايده كده، حطي له في ايده هنا جومه او بريه صغيره او جنيه فضه يمسكهم في ايده ويمسك القلم كده، والصباعين دول قافلين على الفلوس كده، هيعرف ان هو ما فيش غير الثلاث صوابع دول اللي بيشتغل بيهم. وعلى فكره في اقلام بتتباع تخينه كده بتاعت الكتابه، بتاعت الناس الجديده اللي بتتعلم كتابه، قلم رصاص خفيف بس القطر بتاعه تخين.